انا الاخت ما غاديش نقول لك المتابعين خط احمر. غنقول لك جمعي راسك وانتي جالسه في نفس الفيديو كتكوي وتبخي كتكوي وتبخي. ياك لاباس مالنا ما نخافوش لا واحد جاو الواد. انا المتابعين كيخلقوا الفتنه ياك لالا. كانوا جالسين المتابعين شي كيتبحر شي كيدير غداتو شي في شغالاتو، وناضوا عرفوا على ظهر يديهم كيشموهم، عرفوا بان اختك مقيره ما كتلقاش اللي يدير لها حتى مريقه في كوكوط. حنا اللي قلنا لا قولي. هاد الجلسه انا لاحظت ميم با ما كتزابيش واحد السيمانه وتجلسي نفس الجلسه، حيت دائما المتابع او حكاو الواد تعاليق كيهزوا الحمل. كاينين المتابعين العزاز ما كنهضرش عليهم، وكاين هي المتابعين فيهم الخيار والفقوس. راه كلشي خصنا نهزو على محمل الجد ونعرفوا واش كيقول ونفسروا الامور. وحيت المتابع ليس بغبي خصنا نبانو معاه في الصوره ونوضحوا ليه، ماشي حق اللي جا شهد معنا شهاده نقولوا له انت زوين، واللي ضربنا في وجهنا قالنا داك الفيديو اللي حطات اختكم ما كانش عليها تحطو. واش بصح انكم مقصرين في التعامل مع اختكم؟ يعني هذا مجرد اقتراحات وتعاليق فلا. عفوا حنا كنشدو ونديرو فيديو ونقسموا المتابع الى قسمين، هذا زوين هذا خايب. لا، راه اختك حطات فيديو وحسات بالغلط ديالها منين خرجتي نتي، عاود هي ولات كتصحح. كنقولوا البكا مور ميت خساره. صافي خرجت هي بواحد الهستيريه كتبكي كتقول لك ما عرفني حتى واحد. هاد النقطه هذه جمعات وطوات ليكم كاملين. يعني فهاد الخرجه اللي خرجت ناجيه ما عندها علاقه بالمتابع باش يقول. لا خصك تحاسبي الاخت ديالك وتمعني مزيان في الكلمات د لا فيديو دقه دقه، وتفسري الامور كما فسرها المنتقد وكيف ما فهمها المتابع. فالمتابع شكات اختك بان ما كيزورها حتى واحد، ما كيودها حتى واحد، ولادها كيبقاو بالجوع حتى العشاء كتجي اختهم كطيب ليهم. لا يعقل ان بنيتات في داك السن مازالين بيبي يبقاو بالجوع، وكيف كنقولوا خوالاتهم في نفس الدوار. ومازال غنرجع للاب حتى هو غادي ندوي عليه في هاد لا فيديو. فاليوم ناديه كيف قلت في الاول الفيديو كتكوي وتبخ، مازال غنرجع حتى لناديه. كيف كنقولوا شرح الواضحات من الفضيحات. فناديه فسرت بعض الامور اللي غنشرحها دابا، اللي كتفسر وكتقول راسي يا راسي. فما تبقاوش تدخلوا عفاكم المتابع في الطرات ديالكم وفي المواضيع ديالكم في المشاكل ديالكم، حيت ملي كيخرج شي واحد بشي فيديو وكيشوفوا المتابع واخا يتمسح صافي كيعرف الديفود اللي في العائله. فانتم كتخرجوا ديريكتومون للمتابع اللي تا هو تلقى الفيديو فجأة وشاف شنو فيه وكتب تعليق. فما يحتاجش المتابعات السابوطاج كامل، لانه كيف قلت انا المتابع كيعطي مشاهده من وقته ولايك حتى هو، وهذا في حد ذاته افونتاج لكم نتوما. فتجلسوا حتى تجلسوا وتخرجوا ديروا فيديو، او ناديه كديري فيديو وتبقاي دائما نفس الروتين نفس الملامه واللوم المتابع علاش قلتي وانا ما كنهضرش، وبنادم اللي كيعطيكم ويواطيكم. لا، خصك تدوري لا فيديو اختك بلا هاد الطرطير كامل وتشوفي اختك شنو قالت وشنو فسرات في لا فيديو وهي كتبكي بهستيريا وحرقه. قالت لك لا حليل لا رحيم في ديك الدوار. سلام الله عليكم متابعيني الكرام، كيتجدد لقائي بكم في لا فيديو اليوم اللي كنتمنى نلقاكم في اتم الصحه والعافيه والرزق ان شاء الله. ما تنسوش لي اللايكات لا فيديو، تعليقكم، بارطاجكم، اشتراكاتكم اللي عاد كيشوف قناتي لاول مره. والله يرحم لكم الوالدين ويفتح باب الخير في وجهكم ووجهنا كذلك. اخوتي ندوزوا لتفاصيل الموضوع. كيف شفتوا اخوتي وشفنا كاملين لا فيديو ديال ناجيه اللي قالت لك طاحت مريضه وشغال دارها ما كاينش اللي كيقضيه ليها، ولو ان المرض راه كيجي وكيمشي، ربي كيصوت وكيعفو. ولكن غير في هاد لا بيريود ديال المرض ديالها قالت عرفت عدويا مصدقي وشلالي في داك لا فيديو. كيف كنقول دائما فهنا
خرجوا المنتقدين، وخرجوا كذلك المتابعين اللي كان عندهم حق الرد وعندهم حق، عفوا، حق التعليق. لي كومونتير يكتبوا كيف ما حبوا، ورشق ليهم وطرباتهم الوقت. فما يجيش شي واحد يقول له كتب هادي وكتب هادي باش تجيني انا على هوايه. لا، راه كاين شي فيديوهات ما غيجيوكمش على هواكم، اللي خرجوا غير باغازاغ، حنا براسنا ما عندناش يد فيهم. فانا جايه كيف قلت ما عندها لا حنين لا رحيم، كيف قالت في لا فيديو ديالها، وقالت لك غتبقى لها بين عينيها هاد الطيحه اللي طاحت وما لقات حتى شي واحد. حنا جبنا شي حاجه من عندنا خوتي المتابعين، حنا قلنا شي حاجه. لا فيديو الحمد لله ديال ناجيه باقي محطوط، فالخرجه اللي خرجت ناديه غير موفقه صراحه، ما تماش باش الانسان يبقى يكوي ويبخ ويدرق الشمس بالغربال. فانا غنقول لك علاش كتكوي وتبخي، حيت اون فوا تحليتي الفيديو بواحد الهستيريه تانتي كتعبري على اختك علاش تخرج. يعني راه حنا كنفهموا كلشي، ما كناكلوش الاتبوني. عرفتي شنو؟ ما حبيتيش اختك تخرج كتبكي في يوتيوب وانها مريضه وانها شغال دارها ما كتلقاش اللي يقضيه ليها، مع العلم ان عادي تمرض اختي نمشي نقضي لها شغالها، تمرض انا تجي عند اختي، تجي عندي اختي لداري تقضي لي، ماشي مشكل. ولا كانت اختي بعيده عليا، المهم داك الشيء كتبقى ظروف الحياه، المهم نودو بعضياتنا. فانت كيف قلت كتكوي وتبخي، قلتي لينا في اول لا فيديو فاش خرجتي بهستيريا انك قلتي انا ما يمكنليش راجلي عاد وصل وانا نمشي عند اختي، نقطه. كتحسب ضدك، لان حنا ما قلنالكش سيري عند اختك، او اختك قالت لك اجي عندي وراجلك كاين، انت كتفسري انك ما مشيتيش عند اختك، وان اختك داكشي علاش كتعاتبك وكتعاتب الاخت ديالك. نقولوا انت مزوجه وراجل، كاينه الاخت ديالك، انا ما كنقولش هذا يدير هاد المهمه وهذا، كل واحد على حسب الرشوق ديالو. انا كندوي على المتابع اللي خرجتي اختي ناديه كتصابوطيه، هو ما يستاهلش، لانه هو غير متبع محتوى بلا لي طريه ليه وبقى مجرور. هادشي اللي كاين. المهم، تاني حاجة واللي حتى هي نقطة لا تحسب لك، قلتي أنا الحاجة اللي بغيت نديرها، ولا بغيت نساعد، ولا بغيت ندير، ولا بغيت نعطي، ولا قال لي راسي ما تعطيش ولا ما تمشيش ولا ما تساعديش بقطع الراس ما نديرهاش. علاش كتقولي لنا حنا هادشي؟ علاش كتشرحي للمتابعين هادشي؟ يعني ما بغيتيش وقلتي مشيت وديت، يعني الانسان ما يمنش على خوتو. كيف قلتي انا بقيتي كتسردي، هاد السرد ما عندولاش. يعني الانسان الا ديتي اختك وهادي، يعني فاختك ما قنعهاش داكشي اللي ديتيها، ولكن خصها قالت لك اللي يعولها في دارها، ولو غير كل نهار قلتي انا قلت لاختي جلسي كولي وشربي، حيت نتوما ما يعني ما عندكمش ظروف انكم ديبلاصا واخا غير ساعات المكانه، لانكم ضروري من الفيديوهات والخدمه، كل واحد الله يحسن العوان، وكل واحد عارف راسو مداخيلو شنو كيخرج، وخصو يخدم على راسو، هذا ماشي عيب. ولكن فشرحتي وقلتي زعما درنا اللي علينا وهي ما بغاتش تجلس معنا. راه كل واحد كتليق له غير دويرته، كل واحد كتليق له غير ما حالو يرتاح فيه، سورتو الا كان مريض. فماشي عيب بنادم الا دار واحد الطويوه ولا جميله ولا كوكوط ولا قلا شي حاجه ولا هادي وصوبها وعيط، يجي غير الولد عندكم ولدها يدي، والمهم وتصيفطوا لها بلا ما ديبلاصاو نتوما حيت مشغولين. فانا جايه اليوم يعني اش كتبضرها. وهاد لا فيديو منين سمعت كنتي خرجتي بهاد الهستيريا حتى انت خرجت كتوضح، ومنين داك التوضيح عاود وضحت قالت انا ماشي عليكم، يعني زاد كمل بان تفرشات القضيه. علاش تفرشات القضيه؟ حيت انا يعني في لا فيديو ديالك ديال الاخت ديالك ناجيه، البنت ديالها كتبكي وكتقول حتى واحد ما عقل علينا. اون جينيرال كتجمع الطره كامله، قالت لك حتى واحد ما عقل علينا وما كيبقاش فيا راسي، ولا كيبقاو فيا خواتاتي اللي باقيين بابي اللي كيبقاو بالجوع حتى الليل، حتى نجي انا نوجد لهم ما ياكلوا. يعني خاصك تحاسبي يسرى، يعني غير هاد الجمله فيها بزاف ديال الامور، فيها يعني لا نتوما كتعتقوا، لا اللي حداهم ديال الاب العائله ديال الاب كيعتقوا. هذا من جهه، لان يسرى كيف كنقولوا جمله وحده ممكن انها تشرح لنا امور كثيره. يعني وكا كنتو زعما كتجي وكطيبوا ليها وهذا، ما غاديش تحتاج يسرى تقول خوتي كيبقاو بالجوع. وإلا كنتو كتصيفطوا ليها كطيبوا في الدار ما عندكمش الوقت يعني عفوا كتفكروها وتجي وتصيفطوا ليها ما تاكل، ما غاديش تخرج يسرى وتقول كيبقاو بالجوع. يعني
هادشي بيناتكم اللي خصكم تفسروه، اما المتابع ما عنده دخل مسكين ما دار حتى شي حاجه. انا صراحه اليوم انا دفاع المتابع ما فيا من قوه، حيت ماشي يوقع شي مشكل بين العائلات ويخرج شي يخوي قلبه على شي، وواحد يخرج يبقى يمسح في المتابع. لا لا، هادي ما راكباش هاد القضيه اختي ناديه. هاد الخروج اللي خرجتي عند المتابع كتقول له كتخلق الفتنه، راه ناجية اللي هي السباقة خرجت الفيديو هي الأولى عاد خرج المتابع. فإلا كنتِ غتعاتبي بالدرجة الأولى فخصك تعاتبي ناجية اللي قالت بنتها حنا كنبقاو بالجوع حتى الليل، حتى كنجي من الخدمة، لأن كلشي موجود ولكن خص غير اللي يمد يديه ويعاون. المهم أنا غادي نرجع للزوج الماسون اللي صراحة الله حتى هو يكون عنده واحد الدور في هاد العائلة، لأن دائمًا الزوج ملي كتمرض الزوجة ديالو كيكون عنده يعني لي بيبي صغار في الدار، راه كيكون هو حتى هو كي يعني كيدير اللي يقدر عليه. المهم ما غاديش ما يعرفش يدير اللحم في طاوة، ولا يعرف يدير الدجاج ويقرط عليه البصلة والثومة والتقويمة ديالو عفوا، ويدير الزيت ويدير الكوكوط تقلى ويدير عليها الماء ويديرها طيب. واخا كيف ما جات هاد الماكلة المهم داك الوليدات يشبعوا. فهذا الرجل أين موقعه؟ أين محله من الإعراب؟ أنا بزاف د المتابعين ديالي وتعاليقهم على عيني وراسي، حيت فاش خرجت ناجية في لا فيديو بقات فيا وقلت خديجة تمشي تعاونها. ولكن بما أن هاد الزوج حتى هو ما عندوش شي عمل قار، ما عندوش شي توقيت معين خصو يمشي فيه ويجي، يعني مضغوط ومدروك بالعمل ومتبوع، فهو غير تما يعني واخا يحط حدا الزوجة ديالو بالفم ديالها تقول له دير هذا الراجل، دير هذا الراجل، دير هذا الراجل. بزاف ديال الناس عاود اللي طلعوا كيقولوا هذه يعني امور وحده اخرى، يعني كيتوسلوا للمحسنين، وكل واحد شغل قبو هذاك. انا المهم يعني الزوج اللي هو رب الاسره، المراه مريضه ممكن انه يسد في بعض الايام ويصوب هذه دويزه هذه مريقه غير شلاضه كاع، يحمر بصله ومطيجه والامور غادي تسلك. فناجية خرجت مضغوطة من قلة الوالي، وتخرج نادية تقول لك لا المتابع هو السبب. هادشي لا يعقل، لا يعقل. حتى لهنا كينتهي الفيديو ديالي، كنتمنى تشاهدوه الى الاخر والى فيديو قادم باذن الله تعالى.